ضيفي في هذه الحلقة هو الشاعر العراقي الأستاذ خضير الهادي. حياك الله أستاذ خضير. السلام عليكم. وعليكم السلام. هلا فيك. خضير هادي. خضير هادي. بلا الألف واللام. أنت معرف بدون التعريف. أستاذ خضير، سأبدأ من حيث يعني سؤال كثيرا ما يطرأ على من يلاحظ قصائدك أو يشاهد قصائدك المصورة بالذات. كثيرا ما يبكي خضير هادي في قصائده. هل هذا البكاء هو نتيجة يصل إليها من التأثر بالأبيات، أم هو أداة من أدوات القصيدة للتأثير في المتلقين؟ لا والله مو أداة للتأثير بالمتلقي. والله يا أخوي تركي كل القصائد اللي موجودة اللي بيها بكاء هي على الوطن. أكثر من الوطن ماكو. وأنا جاي اليوم للقاء هنا واخذ على نفسي عهد هيك إنه ما أبكي يعني اليوم. وقفت علينا اليوم يعني؟ لا ما أبكي اليوم يعني اليوم لازم أواجه ترك الدخيل بقوة يعني، صدقني يعني. ما في شك أن البكاء الوطن يعني مقصد نبيل، لكن أنت أيضا يعني بما أنك تحدثت عن الوطن كتبت قصيدة أنا ابنك يا وطن وأنت اللي مجربني. أي نعم. ماذا أردت أن تقول بهذه القصيدة؟ أحبك يا وطن والله عذبني. يعني الناس بتحب أشياء، واحد يحب له مرأة، واحد يحب أبوه، واحد يحب أمه، كلنا نحب هاي الأشياء، بس حب الوطن يعني يسمو على كثير من الحب. حبك يا وطن والله عذبني، وبقد حبي لك أنا أعرف تحبني. أنا ما أجوز منك، أنا هايم بيك، وإذا مرة كذبت عليك عاتبني. أبد ما تلقى مثلي يحبك بهالكون، روح دور. أبد ما تلقى مثلي يحبك بهالكون، وإذا تلقى أنت مثلي قوم لي وسبني. قل لي احترق جدك، احترقوا أعمامك، احترقوا كل هلك، من تسب تطربني، شتم بعد شتم، ما أقول لك ليش. أنا ابنك يا وطن وانت اللي مجربني، منيدك هاي أصير أنا ليدك هاي، ألف روح الجقاير وانت تشربني يا عراق. سلام يا حبيب قلبي. طيب أنت يعني تتحدث عن الوطن بلهفة، هل هذا بسبب أنك يعني خارج العراق؟ هل خضير هادي مبعد من العراق؟ بالبداية أول شيء كان مبعد. نعم. مع أنك أنت خرجت مع يعني ثلة من المثقفين بعد سقوط نظام صدام حسين في 2003. بعد هذه العملية اللي حدثت إنه إحنا طلعت برا البلد. ليش؟ خارج العراق. ضغوطات وتفاصيل كثيرة من التهديدات وغيره. من اللي ضغط عليك؟ كثير من يعني الزمن بداية هاي العملية انه ما في كلام، احنا كنا موجودين بالعراق طبيعي، ولكن بعدها صار الضغط بشكل مو طبيعي. هل تم الضغط على خضير هادي لأنه مصنف على أنه من أزلام النظام السابق؟ يعني معليش اسمح لي. لا على راسي. النظام السابق شيء قائم، كان قائما في ذاك الوقت. في ذاك الوقت وكان مدعوم من كل الناس، مو بس من خضير. كذلك مدعوم ولا الناس مجبرين على دعمه؟ من المجبورين؟ يعني هل كل العراقيين كانوا يحبون النظام؟ لا مو كل العراقيين يحبون النظام، ولا كل العراقيين يكرهون النظام. وكان مدعوم هذا النظام من قبل ناس كثيرة. ألم يكن نظاما قمعيا؟ أنا لا أعرف إن كان نظاما قمعيا أم لا، لأنه ما قمعني هذا النظام. أنا اللي أعرف. بس أنت اللي ما قمعت. أنا ما قمعني النظام، ما أذاني النظام. يعني أنت لا تتحدث إلا عن مشاعرك الشخصية، يعني إذا قمع غيرك لا في مشكلة طالما ما قمع. لا أعرف لازم أعرف إنه صار قمع بالمنطقة الفلانية، قمع بالمنطقة الفلانية وغيره. بس تعتبره قمعا مبررا مثلا؟ أنا ما أقدر أبرر ولا أقدر لا تقف معه ولا ضده. أنا ما أقف مع أي أحد. بس الشاعر في العادة يعني شخصية انفعالية ويتفاعل مع الأحداث
خلني أضرب لك مثال ثاني. ما حد يقدر كان يتكلم بذاك الزمن، والكل موجود، اللي كانوا يتكلمون كلهم وشعراء مثل خضير هادي هسه لحد هم موجودين كلهم بالعراق. طيب خلني بضرب لك مثال ثاني إذا سمحت لي أستاذ خضير هادي. هناك قصيدة كان الرئيس العراقي السابق صدام حسين يقرأها على الملأ ونقلت على التلفزيونات لخضير هادي، اللي هي 5+5، 5+5. اي نعم. تقرأ لنا 5+5 وبعدين نسمع منك ليش، يعني ألا يعتبر قراءة صدام حسين لقصيدتك تصنيفا لك على أنك ضمن هذا النظام؟ طيب الدعم العربي اللي من خارج البلد ليه لصدام حسين ونظامه، هم كان هذا الدعم العربي يحتسب على النظام؟ كان قبل ال90. لا، مع الاحداث. في دعم عربي، هذا الدعم العربي للنظام، دعم العربي للنظام هم نحسبه على، يعني الأنظمة العربية في العادة لا تتدخل في التفاصيل الداخلية، لكن المواطنين يصير عندهم تحفظات على ما يحدث داخل. هذا الموضوع كله لو نطلع من عنده برا. طيب قل لي 5+5. 5+5. 5+5. هاي القصيدة قرأت أمام صدام حسين. الرجل أعجب بهاي القصيدة وقراها بعد 3 أيام، يعني بعد 3 أيام من القراءة. أنت ألقيتها أمامه؟ احنا كنا عنده 53 شاعر، يعني عند صدام حسين كنا 53 شاعر، هسه موجودين كلهم بالعراق إلا أنت اللي برا العراق. أنا برا. من ضمن ال 53 شاعر قريت بس ثاني قصيدة، كلنا قرينا شعر، ولكن 5+5 من دون القصائد كلها هو قرأ. أعجبته. اي 5+5 10، 3+7 10، 1+9 10، 10+1 10، 10+1 10، لأن الواحد استشهد من أجل ال10، ولو باقي الواحد ما ميت كان راعي الواحد وال10. هذا محتوى القصيدة. قرأها هو وراء 3 أيام. تنحسب على هاي تنحسب على هاي المحسوبيات. أستاذ تركي، يجب أن نبتعد عنها بطريقة. الوقت الحاضر فيه 3 محسوبيات. شو هي؟ المحسوبية الأولى أنه أنت بدك ترجع للعراق، أنت عراقي ترجع للعراق، خلي رجعك تركي للعراق، بس راح تنحسب على تركي، وهي أنا ما أقبلها. يعني أنت تريد أن تقول أن داخل العراق هناك تجاذب؟ لا، في أطراف كل واحد محسوب على الثاني. يعني أنا المحسوبية بحذافيرها كلها أرفضها، عدا محسوبية واحدة اللي هي أنه أنت إذا تريد ترجع لبلدك ترجع لأنك عراقي، مش لأنك محسوب على سينا. لا تنحسب على النظام الفلاني، لا الحاضر، ولا على الحزب الفلاني، وعلى الفئة الفلانية، ولا على الكتلة الفلانية. أنت إذا تريد ترجع محسوبيتك على عراقيتك. أنا عراقي، وبالعراقيين أنا صرت خضير هادي، بدون العراقيين أنا مو خضير هادي. مش تطلع شيء ثاني؟ ما أعرف، جايز أطلع شيء ثاني. يعني أنا مو خضير هادي بدون العراقيين، بدون حب العراقيين إلي. طيب، ووصولي لهاي المرحلة ما أكون عراقي. جميل. يعني ما أكون خضير هادي. لكن هناك كثير يعني من الموجودين في المؤسسات النظام الحالي يعتبرون أنه خضير هادي سخر شعره لمواجهات النظام. أي نظام؟ النظام الموجود في العراق الآن. نظام موجود بالعراق. أنا كنت أكتب شعر وأقاتل في ذاك الزمن، وفي هذا الزمن